خلينا نشوف ايه اكتر 10 حاجات عجبتني في التلفزيون ده، بحيث ان انا اقول لك ميزه عجبتني في التلفزيون نفسه اللي هو قيمه مقابل سعر، وميزه ثانيه تكون في الاستخدام الفعلي بتاع التلفزيون نفسه. يعني لو جينا لاول حاجه عجبتني وهي اكيد اول حاجه استخدمتها وهي الماجيك ريموت. الريموت ده جمدان حرفيا. ممكن الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش في الريموت ده ان هو بطاريات عاديه ما بيتشحنش مثلا. مبدئيا فكره الريموت العادي اللي هو فيه انفراريد اللي هي بتقلب بالاشاره ده، خلاص الريموت ده مش كده خالص. الريموت ده شغال بلوتوث، اللي هو خلاص زمان انك تقوم تمد ايدك على التلفزيون كده عشان تلقط اشاره وخلاص. يا جدعان الكلام ده دلوقتي جمدان عامل زي دراع بلاي ستيشن. والحاجه اللي عجبتني اكتر وخلت الموضوع اسهل بكتير وهو الماوس بتاع الريموت. المميز هنا انك تقدر تتحكم في الماوس اللي على التلفزيون ده باشاره الريموت بس، تجيبه يمين شمال براحتك. وعشان تظهر الماوس ممكن تتك على زرار البقره او تهز الريموت هزه كده هتلاقيه على طول الماوس ظهر لك وتتحكم فيه بسهوله جدا. واكيد طبعا تقدر تتحكم في اشاره الماوس دي تصغرها تكبرها. فكتجربه فعليه عجبتني جدا. والمميز جدا في الشاشه دي ان الاضاءه بتاعتها باك لايت، يعني الاضاءه كلها بتنور غير الشاشات الثانيه اللي هي بتبقى الحواف بتاعتها بس هي اللي بتنور. وعندنا التلفزيون هنا في ريسيفر داخلي، مش محتاج تجيب ريسيفر خارجي عشان تقدر تشتغل عليه. يعني هو التلفزيون بس، لا اسلاك بقى ولا حوارات الكلام وجع القلب ده. وعندنا هنا الشاشه بتيجي بتردد 60 هرتز، هي هتبقى كويسه الالعاب وكل حاجه بس مش افضل حاجه لان الالعاب بتحتاج الشاشه ترددها اعلى. ده غير ان هو بيرتب لك اكتر قنوات انت بتتفرج عليها على التلفزيون العادي، بيجيبها لك جنب بعض 5 6 قنوات كده، بيقول لك انت بتتفرج على دول اكتر حاجه فممكن تحتاج واحده فيهم. وعندنا كل المداخل اللي نحتاجها تقريبا في التلفزيون ده. عندنا منفذين اتش دي ام اي ومنفذ تلفزيون ارضي عادي، وعندنا كمان 2 يو اس بي اي ووصله نت، تقدر توصل نت مباشر للتلفزيون. واكيد من اكتر الحاجات اللي عجبتني وهي السينك كيو بتاع ال جي. ولو في حد ما يعرفش ايه هو السينك كيو ده، دي تقنيه جديده في اجهزه ال جي كلها، في التكييف في الغساله في الثلاجه، بتقدر تتحكم في الحاجات دي عن طريق الموبايل وتقدر تربط الكلام ده كله ببعضه. والموضوع بالنسبه لك اسهل بكتير، اللي هو بمعنى انت ممكن تشغل التكييف وانت بره البيت او تشغل غساله وانت بره البيت او تقفلها او تعمل اللي انت عايزه. وبالتالي لو في اي مشكله في الحاجات دي هو بيبعت لك رساله اوتوماتيك ان في مشكله في الحاجات دي عشان تلحق تتصرف. زي مثلا لو في حاجه في الثلاجه والكهرباء قطعت عليه فبتلاقيه باعت لك اشعار على الموبايل بيقول لك الكهرباء قطعت. ممكن بقى التقنيه دي تفيدني ايه في التلفزيون، ومن خلال التقنيه دي بتقدر توصل الموبايل بالتلفزيون وتتحكم فيه مكان الريموت وتقدر تعمل كل اللي بيعمله الريموت بس بالتليفون. ده زائد الحاجات المميزه جدا وهي انك تقدر تعرض التليفون على الشاشه او تشغل الشاشه كسبيكر مثلا، والعكس كمان تقدر تعرض صوت الشاشه على الموبايل. والجامد جدا انك تقدر وانت بتتفرج على التلفزيون لو عندك اي اجهزه ثانيه من ال جي بتدعم السينك كيو من غير ما تقوم من مكانك تقدر تفصل الغساله تشغلها من التلفزيون. وحاجه من الحاجات اللي عجبتني جدا ان التلفزيون هنا عن طريق الذكاء الصناعي والمعالج الاي 5 في الجيل الخامس اللي موجود في التلفزيون ده يقدر يرفع لك كفاءه الفيديوهات الفول اتش دي عشان تقرب ال 4K. والحاجه اللي الامانه ما عجبتنيش ان اليكسا وجوجل اسيستنت للاسف مش شغالين هنا لانه مش مدعوم عندنا هنا في مصر. ده غير التلفزيون هنا بيدعم الاتش دي ار 10 برو بس اكيد مش هتحس بيها قوي غير على المنصات اللي بتدعمها. يعني قنوات التلفزيون العاديه اللي بتدعم الاس دي ار ما بتدعمهاش، فانت مش هتحس بالميزه دي وتستمتع بيها قوي غير على المنصات اللي بتدعمها زي شاهد ونتفليكس ويوتيوب. ومع ان المساعدات الصوتيه بتاعت الشركات التانيه مش شغاله على التلفزيون ده، بس عندنا حاجه جامده جدا شغاله كويس. الاوامر الصوتيه بتاعت ال جي جامده جدا حرفيا، تقدر تقول له شغل اي حاجه من اي حته. يعني تقدر تقول له شغل لي مثلا محمد رمضان على اليوتيوب، شغل اغنيه محمد رمضان على اليوتيوب. حسنا سوف اقوم بتشغيل على يوتيوب. هنجرب بقى شويه اوامر صوتيه كده بس روقان. قناه رقم 6 فتح لك القائمة. سافر إلى قناة 6. كم الساعه الان في القاهره؟ حاليا يكون 1 على 19 من ديسمبر 2022 في القاهرة مصر. ما هو حاله طقس نهايه الاسبوع؟ ونرجع بقى لمصر. إليك طقس في القاهرة سيكون اليوم على الأقل 14 درجة والحد الأقصى 25. سوف تستمر بالارتفاع. من هو كريستيانو رونالدو؟ إليك المزيد من المعلومات عن كريستيانو رونالدو. إذا قم بتبديل القناة إلى نفس القناة التي شاهدتها في هذا الوقت من أمس بالأمس. إيه ده؟ قم بتبديل القناة إلى نفس القناة التي شاهدتها في هذا الوقت من الأمس. الوقت الحالي هو 12 غبي يا أختي. ابحث عن برامج التلفزيون التي يوجد بها أحمد حلمي. هي نتائج من برامج. ايه ده جابها اللي فيها حاجات احمد حلمي بس على اليوتيوب. اعرض لي معلومات عن البرنامج. مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية القادمة بعد تنظيم المغرب للبطولة، فبالتالي هيديني البرامج اللي هتشتغل بعد كده ولا في أفريقيا في بطولة رفع. ماشي على صوت. شكرا. مستوى الصوت 20. جمالها استثنائي. قناة MBC أكشن. ساذهب إلى MBC أكشن. قم بتشغيل مكيف الهواء. لا يتجاوب هذا الجهاز. بيقول لك انت ما عندكش تكييف اصلا. اثبت مؤقت النوم. حسنا بعد كم دقيقة تريد مني ايقاف تشغيل التلفاز؟ وكمان تقدر تقول له اقلب القناة كذا او اقلب القناة كذا، يعني اقلب القناة رقم 5 رقم 10 رقم 20 من غير ما توجع دماغك. واللي جامد بقى جدا انك تقدر تقول له يقعد يقلب في القنوات ورا بعض. قلب في القنوات. حسنا تغيير القناة. بس عادي غير لحد ما تيجي القناة اللي انا عايزها، ادوس اوكي.
وليكن هذا. اوكي كده يا. وفي حاجتين هنا بقى عجبوني جدا في وضع توفير الطاقه. اول حاجه انه يقدر يخلي وضع توفير الطاقه ده اوتوماتيك على مستوى الاضاءه، الاوضه اللي انت قاعد فيها يهدي الاضاءه ويعليها زي الموبايل كده. والحاجه الثانيه اللي عجبتني جدا انك تقدر تشغل الصوت بتاع التلفزيون عادي، اي قناه اي فيلم اي حاجه، بس الشاشه مفصوله بحيث ان انت تشغل صوت بس، مثلا لو مشغل قران او اي حاجه. لو جينا بقى لقائمه التطبيقات، عندك هنا بقى شويه تطبيقات رايقه. واللي عاجبني بقى هنا جدا ان الموضوع فعلا التعامل معاهم سلس جدا غير قبل كده، وتقدر تعمل سيرش عليهم بسهوله جدا بالاوامر الصوتيه. وطبعا قائمه الاب دي تقدر تعدلها بمزاجك، تقدر تعدل ترتيبها براحتك. ده غير ان تقدر تخليه يرتبها اوتوماتيك، تخليه يرتبها لك مثلا على اكتر حاجه انت بتفتحها يخليك في الاول. في حاجه بقى من الحاجات اللي عجبتني جدا ان انت مثلا لو عايز تتفرج على التلفزيون وهتنام قدامه، فانت مش لازم بعد ما نمت تصحى تقفل التلفزيون وتعمله، هو اوتوماتيك ممكن تظبطه على ساعه ساعتين ويفصل لوحده. ومن الحاجات الجامده جدا انك تقدر تعمل تسجيل للشاشه او تسجيل للفيلم او لاي حاجه من على قناه التلفزيون العاديه او من اي حاجه. بس للاسف الوحش ان الذاكره اللي في التلفزيون ده 4 جيجا بس، منهم جيجا النظام، يعني باقي لك 3. ونيجي بقى للحاجات المهمه. التلفزيون ده بيشتغل بنظام ويب او اس، بس انا مضايقني حاجه وحيده في النظام ده، ان انا بقلب في النظام بحس ان هو بيحمل كتير، فمش عارف هل دي حاجه هيصلحوها بسوفت وير ولا لا. هو فعلا جاله سوفت وير ابديت بس ما عليكش الحوار ده. وطبعا التلفزيون هنا بيجي بواي فاي وبلوتوث 5. ومن الحاجات اللي عجبتني جدا هنا، انت لو دوست على زرار زيرو لفتره هتقدر تضيف اختصارات للارقام، يعني تحط اي قناه اي ابلكيشن اي حاجه على كل زرار، بحيث ان انت لما تيجي تدوس على الزرار لفتره طويله على طول يجيبوا لك اوتوماتيك. يعني مثلا تدوس زرار 4 يفتح لك يوتيوب. تم اضافه مصطفى حبيب في 1. بس كده احنا لو رجعنا هنا كده ودوست رقم 1 كتير هيفتح لك النت، فتح جوجل على طول. ومن الحاجات اللي عجبتني جدا هنا ان انت بتتفرج على التلفزيون عادي تعرف تفتح جوجل عادي في اطار لوحده على الشاشه وتتحكم فيه عادي بسهوله. بيقدر يكشف لك ايه الفيلم اللي شغال عشان لو عايز تبحث عنه. لو انت مثلا بتتفرج على فيلم انت مش عارفه وعجبك جدا مثلا، عندك ميزه انك تقدر تكتشف ايه الفيلم ده ويبحث لك عليه على جوجل ويقول لك ده ايه بالظبط، ومن غير ما يفصلك من الفيلم. بيفتح لك شاشه لوحدها كده صغيره موجود فيها سيرش جوجل، وممكن كمان تكبر السيرش ده وتقسم الشاشه نصين بحيث ان انت تقدر تتحكم اسهل. وده غير الميزه الجامده جدا بتاعه تنبيه الماتشات، يعني بيجيب لك شعار لو في ماتشات مهمه ولا حاجه وانت نسيت. والتلفزيون ده كمان يعتبر الافضل في الفئه السعريه بتاعته. دي كانت كل حاجه عن تلفزيون ال جي. ثانك يو. وبس كده، انا احمد زيرو، اشوفك في فيديو جديد.